هذه كارثة صارت البارح في باب الواد، وين كما تشوفوا انهار جزء من شرفة العمارة. راح ضحيتها شخص واحد يدعى عمي ناصر، ربي يرحمه. الناس اللي كانت في موقع الكارثة قالت انه بنت عمي ناصر بعد ما وصلها بسيارة باه تقتني بعض الاواني لرمضان وبعض المستلزمات، وبعد ما نزلت من السيارة وراحت تقتني بعض المستلزمات كما قلنا، تركاته في مكان الواقعة المؤلم ينتظر عودتها. وبينما كانت الاجواء هادئة وكل واحد لاهي في شغله، حتى سمعت الناس صوت خبطة قوية وكأنه اصطدام عنيف للسيارة، وبعدها سمعوا صراخ الناس غير طبيعي. بعدها توجهوا كامل لموقع الحادثة، تبين لهم أنه جزء من شرفة العمارة انهار وسقط على السيارة، ولقاو عمي ناصر يرفض آخر أنفاس، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربي يرحمه ويرحم موتى المسلمين، ونتمنى إن شاء الله تكون فيها لجان مختصة مستقبلا رجال معاينة البنايات الهشة والمهترئة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحادثة صارت البارح خوتي في باب الواد، وبعض الناس اللي كانت في موقع الكارثة هي اللي نقلت شهادتها.